السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لسه ماتش الزمالك خلصان من شوية و... ومبروك لنادي غزل المحلة 3 نقط غاليين قوي. احنا هنيجي بقى ايه، نبص لفريق الزمالك. دفاع مفيش دفاع، يعني الدفاع مش موجود، اعتبره مش موجود يا عم. انا هعتبره دلوقتي ان هو مش موجود، ما كانش بيلعب. اما يخش فيها في ربع ساعه جونين اتنين، يبقى اللعيبه دي لا تصلح ان هي تلعب في نادي الزمالك. ده اللي اعرفه. اما يبقى عندي عمر وعندي زناري وعندي عم جيد وعندي نيمار، في الاخر كوره من نص الملعب انفراد عشان الزناري طالع مندفع على اللاعب، يخش جون في اول 5 دقايق ولا اول 7 دقايق جون فيك، وبعدها ب7 دقايق ولا 8 دقايق يخش فيك جون تاني. يبقى انت ايه؟ دفاع شوربه. اعرف كده، انت دفاع شوربه. دفاع ما ينفعش. دي اللي انا بقوله. ماشي، دي حاجه. الحاجة التانية، الراجل اللي احنا كل اليوم الناس طالعة على الراجل. هو الراجل ده مش السنة اللي فاتت هو جاب لنا دوري بعد برضه كنا متأخرين، ولعب بالناشئين ولعب بالشباب وبتاع. احنا ما نيجي من الأساس خالص. الصفقات اللي جت دي جت بناء على ايه يعني؟ دونجا طالعين لي بيه السما، الزناري طالعين لي بيه السما، مش عارف مين طالعين لي بيه السما. مفيش ولا واحد ضاف بربع جنيه لعب، يعني مفيش حد ضاف بربع جنيه لعب. فايه اللي احنا بنعمله؟ ولا ايه الناس اللي هي بتعمله؟ ولا ايه اللعب اللي هم الجماعه اللي هم بيلعبوا دول؟ يعني بيلعبوا ازاي؟ ولا هم فاكرين نفسهم بيلعبوا في فريق بيلعب على ان هو يبقى موجود في الجدول وخلاص، وما عندهمش روح فإن بيضة، ما عندهمش روح الفوز. يعني اقول ايه انا؟ بس احنا دلوقتي من كل شويه فريرة. هو فريرة هينزل يلعب مكان اللعيبه دي يا رجاله؟ يعني هو فريرة؟ انا بص، على قد ان انا كنت معترض معاه على ماتش الاهلي اما دربك الدنيا في الدقيقه 60 بعد الدقيقه 60 بالتغييرات اللي عملها. انا ده ماتش وحل يعني ايه، ما كنتش مقتنع بالتغييرات. بس انا مش كل شويه هجيب فريرة. هي فين رجولة اللعيبة اللي هي موجودة في الملعب؟ فين الرجولة؟ فين الحماس؟ فين الحمية اللي انا عايز انزل اخد 3 نقط دول عشان انا ارجع تاني واقف على رجلي وكده والدنيا تمشي معايا تاني؟ فين يا عم؟ فين؟ وانا كل شوية تقولوا لي فريرة وفريرة ماسك عصا سحرية، ويعمل ايه هو؟ فين الناس يا جدعان؟ فين اللعيبه اللي هيلعب بيها؟ ولا فين ده اللي بينزل تعبان واللي موجود تعبان؟ ومفيش صفقات عدله يا جدعان. بن شرقي مشي، عليه العوض، دي اللي انا اعرفه. هات يا عم واحد، مشيت بن شرقي، هات لي واحد بقى نفس مهاراته، واد يشد لي الهجوم، يلعب في الهجوم حلو، يجيب لي جوان، يبقى عنده لمس الكوره، لعيب كوره فاهم كوره. مش اللي هو احنا ننزل نخبط ويلا تك 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 يلا خلصنا يلا سلام عليكم. ايه يا جدعان اللي احنا فيه ده؟ بقت مهزله وقله ادب، ولاعيبه ما عندهاش دم، وحاجه تكسف وحاجه تحرق الدم. ف مش عارف اقول ايه. حتى انت لو جبت 50 مدرب غير فريرة بوجود اللعيبه دي، انت ما عندكش مهاجمين عدلين، ولا عندك خط هجوم محترم ان هو يشدك كده وياخدك تلعب يعني يعرف يخلص لك جون. واحد يجيب لي، عندك صانع العاب يلعب لك كوره، يلعب لك ثرو، يلعب لك اسيست. عندكش مهاجم عدل برضه، المهاجمين واقفين عليه العوض برضه. انت هتغير المدرب؟ هي المشكله مش كل شويه تقول للمدرب ويلا سلام عليكم شكرا لخدماتك وسلام عليكم يلا ايه روح. وهي اللعيبه، انا دلوقتي اللعيبه هي عامل رئيسي ان هي بترفع مدرب وبتنزل مدرب. انا دلوقتي انا بص في ماتشات الزمالك، اللعيبه لا تصلح ان هي تلعب في نادي الزمالك بصراحه كده يعني. بس فانا قلت اقول رايي بقى، واللي يزعل يزعل واللي يروح في داهيه يروح في داهيه، عشان انتوا بصراحه خنقتوا الجماهير وتعبتوها، وعالم جاي من القاهره للمحل او من هنا لهنا وراكوا وتشجعكوا. في الاخر انت نازل ما فيش في اول ربع ساعه يخش في الجونين. يعني في اول ربع ساعه ايه يا عم ده؟ يا عم ايه يا عم ده؟ يا عم
يعني مش كده، يعني فريق واخد بطولتين دوري ورا بعض وكاس ودنيا، وفي الاخر اي فرقه نازله عماله كل واحد يخبطك قلم تقول له ماشي، يخبطك قلم تقول له ماشي. عيب يعني، عيب يعني اللي بيحصل كده واللي بيحصل ده يعني. فانا مصدوم من الاداء، ومصدوم من النتيجه، والجماهير تعبت وعندها حق في ان هي تتهجم عليكم، او يعني فاهم. الجماهير زعلانه يعني طهقانين، يعني ماتشات داخل في سادس ماتش ولا بتاع، مش عارف تجمع، يبقى مجمع لي نقطتين ولا ثلاثه. ايه يا عم ده اللي انت بتعمله ده، ولا ايه ده يا جدعان؟ ده اللي احنا فيه ده مش كده يعني. ف فانت ما تقوليش الجماهير واقفه وراك في اي حته بتروح، بتلاقيها وراك واقفه معاك على الحلوه والمره زي ما بيقولوا. ف فانت فين بقى اللي انت بتديهولي، ولا فين اللي انت ان انا خليني انا احبك، ان انت تبقى لاعب احبك او كده؟ انت دلوقتي ما يعني بصراحه الدنيا بايظه، والدنيا مش كل يوم بقى الإدارة تطلع تقول لي ده فريرة، وعندنا اجتماع، وعندنا عمران، وعندنا فلاح علان انت عندك قوام تعبان يا جدعان. نعترف ان احنا عندنا قوام تعبان، ما نعترف ان احنا اللعيبة دي مش يعني مش احلى حاجة او مش اعلى حاجة، عادي يعني عادي، ونغير ونجيب لعيبة تانية، لعيبة تعرف قيمة ان هم بيلعبوا في نادي اسمه نادي الزمالك. هي دي النقطة اللي انا عايز اتكلم فيها، ان انت تجيب لاعب عارف قيمه الفن اللي هو لابسها، او قيمه النادي اللي هو بيلعب فيه. امال انت ما جايب لي كل واحد لعيب عمال يلف لي حول نفسه، اللي عايز يوط واللي عايز يباص واللي عايز مش عارف ايه. مفيش لعب جماعي، مفيش روح، طب يعني نعترف بقى بكده ان احنا عندنا لعيبه تعبانه. مش المشكله في المدرب، والمدرب هيعمل ايه؟ انزل يا عم هنا العب. حتى انا لو ما عنديش خطه يا عم وما بعرفش افهم كوره، واللاعب ده هو ممكن هو لاعب او لاعبين او ثلاثه شايلين فرقه، بس لعيب الكوره محترمه، يعني فاهم، لعيب الكوره محترمه. امال احنا دلوقتي ايه؟ يلا واحد في طلائع الجيش اسمه كذا، يلا اسمه الزناري ما نجيبه، ده اقوى مدافع واقوى وحش الوحوش والدنيا والدين. وفي الاخر من ساعه ماتش الاهلي نزل جونين، وعبد الغني عليه العوض ومش عارف مين، السيسي بيلف حوالين نفسه في وسط الملعب، ولا عنده ثرو ولا عنده كوره ولا عنده. فانت يعني مش دي اللعيبه يا جدعان اللي هتشيلك، او دي اللعيبه اللي هتلعب دي اللي هتلعب في بطوله افريقيا. يعني دي لعيبه تلعب في بطوله افريقيا؟ انا عايز اسال سؤال بس، دي لعيبه هتلعب في بطوله افريقيا او تنافس ان انت تاخد بطوله افريقيا؟ فانت بتضحك على نفسك وبتضحك على يعني الناس، يعني ايه بتضحك، يعني ايه مش عارف اقولها ازاي والله. يعني يعني اللعيبه كده بتضحك على نفسها وبيطلعوا في قناه الزمالك البرنامج المسائي، احنا عندنا محلات، واحنا عندنا عمارات، واحنا عندنا مش عارف ايه، ودخلنا 5 مليون و20 مليون. انا هعمل ايه بالملايين يا عم؟ انا كراجل مشجع انا هعمل ايه بالملايين اللي انت عمال تكلمني عليه؟ هات لي لعيب يا عم، ما كان عندك بن شرقي ما جددتلوش ليه؟ يعني انت ما جددتلوش ليه بقى؟ يعني انت عندك بن شرقي مشيته، جبت لي 5 ب70 مليون ولا ب60 مليون، 5 لعيبه، وهو كان يا عم جدد له. يا عم كنت اديله 60 مليون وسيبه زي ما هو. اقول لك ايه انا؟ طيب جايب لي 5 ولا واحد فيهم ولا ريحه اللازمه ولا عنده جول. ده بن شرقي كان بيلعب بس ياخد فرقه وراه كده. كان ما يجي يراجع كده ماتشات الاهلي والزمالك، كان بياخد محمد هاني شمال ويمين، شمال ويمين، ومش عارف ياخد مين، يعني فاهم. واد لعيب كوره، واد ده بقى فعلا لاعب كوره محترم تحب تستمتع وتتفرج عليه، فاهم. دلوقتي مين اللي عندك قدام؟ مين ولا نلعب مين؟ زيزو اللي ما جابش جون، ما هتلاقي رقبته يمين في شمال شادد نفسه. يا عم انت لعيب كويس وكل حاجه، بس انت مش لعيب جماعي. مفيش لعيب يعني ما بتلعب لعب فردي بس. يعني ما فالناس زهقت والناس تعبت، وحرام اللي بيحصل في نادي الزمالك، وحرام المستوى الهزيل. الناس يعني كل يوم عن يوم الناس بتتخنق، والناس في ناس بدأت ما تتفرجش على الماتش عشان دمها يتحرق ودمها، يعني فاهم، الناس زعلانه وعارفه قبل الماتش ان هي ممكن تخسر وبتاع.
مبقاش في طمأنينة للجماهير زي الاول، او ان احنا هننزل احنا عندنا كذا هنلعب وعيال لعيبه او كده، امال مفيش يا جدعان. فيعني الواحد زي والواحد يقرب بصراحه، قلت اقول رايي عشان يعني انا بصراحه بقالي من قبل من يوم ماتش الاهلي لغايه النهارده انا ما عملتش فيديوهات ولا اتكلمت في كوره، عشان الواحد كان نفسه النهارده برضه انا كنتش عايز اعمل فيديو ولا اقول رايي، بس انا بقى بصراحه اتخنقت قلت اطلع افضفض معاكم، واللي له راي برضه يكتب لي في الكومنت ويعني يروق عليا يعني كده يا جدعان. السلام عليكم.